بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضور وشيوخ ووجهاء القبائل ونقول يا هلا ومرحبا بالجميع. حضورنا الكريم، تتشرف اليوم قبيلة الرشايدة بالتعاون مع رابطة عبس العالمية بأن تقيم حفلا بمناسبة الأعياد الوطنية لبلدنا الغالي الكويت، وتولي سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مغاديد الحكم. وبهذه المناسبة ونيابة عن أبناء قبيلة الرشايدة الكرام نبايع ونبارك لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونسأل الله أن يعينه ويسدد خطاه لما فيه من خير للبلاد والعباد وخدمة وطننا الغالي الكويت. يا صاحب السمو، باحثا عن الكلمات التي تليق بسموك الكريم وبمناسبة توليك مغاليد الحكم، يسعدني أن أعبر لك عن أسمى مشاعر الامتنان والتهنئة. تتجلى في سموكم صفات الحكمة والرؤية الثاقبة والتي تجسدت في مسيرتكم المباركة وتفانيكم في خدمة الوطن والمواطنين بقيادتكم الحكيمة في زمن يتطلب فيه العالم قادة برؤية وحكمة. نجد في سموكم قدوة مشرفة للقيادة الحكيمة. بتوليكم مهام الحكم نثق تمام الثقة بأن الكويت ستشهد فترة من الازدهار والتقدم في جميع المجالات. تتسم قيادتكم بالحكمة والشجاعة، وهو ما يجسد من خلال سنوات عطائكم في خدمة الوطن والمواطنين، حيث تحمل قيادتكم رؤية واضحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إن توليكم مغاليد الحكم يعكس الثقة العميقة التي يحظي بها سموكم من قبل شعبكم الكريم، ونحن على ثقة بأنكم ستواصلون العمل بجد واجتهاد لرفعة الوطن ورخائه. في هذه المناسبة حضورنا الكريم، أدعو أبناء الشعب الكويتي الكريم الذي جبل على الأخوة والمحبة بين جميع الطيافة، سني وشيعي وحضري وبدوي، للتماسك والترابط تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو وأسرة الخير، أسرة آل صباح الكرام التي عرف عنها المحبة والترابط بين الحاكم والمحكوم. وهذه الصفات غير مستغربة من هذه الأسرة الكريمة، جعلهم الله ذخرا للكويت وأهلها. وبالختام، لا يسعدني إلا أن أشكركم إخواني الحضور، وأن أشكر القائمين والمنظمين على هذا الحفل، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. ونسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.